الحمد لله الذي سير الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. أهلا بمشاهدي ومتابعي ومشتركي قناتكم الحبيبة سفينة النجاة. في الحقيقة النهاردة معنا قصة من أجمل القصص اللي هتسمعها في حياتك. القصة دي كانت في محافظة بورسعيد الأبية. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أهلها بحفظه وأن يرعاهم برعايته، فهم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله أحسبهم على خير ولا أزكيهم على الله، يحبون دين الله عز وجل ويحافظون على الصلوات وعلى الصيام وعلى الأذكار وعلى مجالس العلم. كنت عندي محاضرة في محافظة بورسعيد، فأخبرني أحبابي هناك عن قصة شاب من شباب المسلمين. الشاب ده كان يحفظ كتاب الله عز وجل، كان يشهد له بحسن الخلق، لا يسمع له أو منه إلا الخير. ما تسمعوش في مرة ضايق حد أو تنرفز على حد أو تخانق مع حد أو تعصب على حد. المهم في فجر يوم الجمعة دخل أحد المساجد عشان يصلي فيه. لاحظ إن هو ما بيصليش إمام، هو بيصلي مأموم. دخل عشان يصلي مأموم زي ما اتعود. المهم إمام المسجد في اليوم ده غاب عن صلاة الفجر. جه المؤذن بعد ما قام الصلاة بص في الصف الأول كده فتوسم خير في هذا الشاب فقدمه للصلاة. فتقدم الشاب ليصلي بالناس إماما في فجر يوم الجمعة في هذا المسجد. حضراتكم أعلم مني بالسنة في صلاة الفجر أن تصلي في الركعة الأولى في يوم الجمعة يعني بسورة السجدة، وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان. فافتتح هذا الشاب ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حتى وصل إلى قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الله، ما تكمل، سكت ليه؟ لا، ما أنا مش هكمل ليه؟ إيه، في حاجة حصلت؟ أيوه. إيه اللي حصل؟ فاضت روحه إلى بارئها. إيه؟ عايز تقول إن هو مات؟ أيوه مات. ويا لها من خاتمة حسنة، يختم له ويصلي بالناس إماما في صلاة الفجر، وعند أنهي آية؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. عايز إيه تاني؟ أنت متخيل؟ يختم له ويصلي إماما بالناس، وعند هذه الآية قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أنت متخيل حسن الخاتمة؟ ماذا كان بينه وبين الله؟ قال ابن كثير رحمه الله: أجرى الكريم بعادته وكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فأسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة، بخاتمة التوحيد، بشهادة الحق عند الموت، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أحبكم في الله، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.